مرحبا عزيزتي ليالي، أتمنى أنه تكونين بخير. إن شاء الله بخير. أنت شلونك؟ شو أخبارك؟ ألف الحمد لله. أول شيء ليالي من أهل البصرة، أنا أول شيء أحب أشكركم شكرا جزيلا. إحنا كنا كعراقيين مفتخرين بكم وباستضافتكم لهذا الحدث الرياضي اللي هو خليجي 25، وشرفتونا أمام كل الأنظار العالم وأمام أهل الخليج بالتحديد اللي نرحب بهم ببلدنا العراق، فشكرا لكم. والله هو هذا مو شيء جديد على أهل البصرة، والبصرة دائما معروفة بطيبة أهلها، ويقول لك هي حالات البصرة بناسها. فإنه كانت بخليجي 25 استضافته كانت مفرحة وفخر لكل أهل البصرة والعراق بصورة عامة، وإن شاء الله نتمنى دائما إنه أكو أحداث توضح العراق وشنو العراق، لأنه حرامات اندثر بين العالم. يعني ظلينا نتغنى بالماضي، إن شاء الله نتغنى بالحاضر. إن شاء الله إن شاء الله بوجودكم إن شاء الله وكرمكم، والله يحفظكم إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا. ليالي عرفينا عن نفسك شوية، لأنه أنا البارحة ترى أول مرة أتابعك. كنتي حاملة كتاب ودا تقرين بنص ملعب جذع النخلة. اي كان الكتاب حب وحرب ولانه انا كنت جايه من الصبح يعني، فقلت اقرر ان استغل وقتي وقاعده لوحدي، فحبيت اقرا. انا اسمي ليالي نجاح، مواليد 1993، خريجه علوم حياه بكالوريوس. هوايتي الكتب، ما يحتاج اقول هوايتي الكتب. بس الكتب، واتابع افلام جريمه واكشن، يعني دامجه اثنين. علمه واشتغل بمختبر تحليلات، يعني وظيفتين. تدرين أنا البارحة أنت من دا تقرين يعني هذا فشي معروف على أهل البصرة. يعني حتى هسه احنا من دا نشوف التقارير بالتلفزيون، مثلا شارع الفراهيدي، واحنا صحيح. كعراقيين يعني عندنا مثلا شارع المتنبي ببغداد، وكانت اكو مقولة مشهورة اللي هي الكتب تكتب بالقاهرة وتطبع بلبنان وتنقري بالعراق. أريد فد نبذة عن القراءة مالتك، شنو أكثر شيء تحبين تقريه؟ شنو الكاتب المفضل إليك؟ أنا والله أحب أقرأ حسب ما الناس انتقدت. نوخر عن نقدهم شوي. أحب أقرأ الروايات الرومانسية، روايات الحب، يعني أحب أطلع من الواقع اللي أنا عايشة بيه، ولا هو الواقع حلو بالعكس، بس أحب أطلع من الواقع أروح بقصص ثانية، فأحب هذه الروايات. وكاتبي المفضل غيوم ميسو، وكتابي المفضل فتاة من ورق، إنه حتى لو أقرأ أكثر من مرة مستحيل أمل منه. يعني مو تقرين مرة واحدة، تكررين القراءة عدة مرات. أكيد. كتاب الحلو والقصة الحلوة تجذبك إنه تقرأها أكثر من مرة، وكأنما قرأتها من جديد، أول مرة أشوفها، أول مرة أتعرف بيها. زين أنت بالرياضة شلونك؟ شفتك يعني البارحة بالملعب ودشجعين؟ والله هو أنا مو كلش بالطوبة، ولا هالقد أشجع باقي الفرق، بس أنا أشجع بلدي، ويقول لك ما عنده غيره ما يشجع بلدي، وبعد هذا العراق هذا بروح. زين أنت تعرفين أنا آخر مرة بالعراق فتت لعبة مال ملعب الشعب بغداد، ملعب الشعب الدولي، كانت بين فريق الطلبة والشرطة. فأتذكر إحنا كان من نروح الملعب الشعب كان ماكو العنصر النسائي مختفي، فهسه دا أشوف أنه أكو تطور ملحوظ، أنه أكو بنات وجايين ويا عوائلهم وأكو جايين لوحدهم. إقبال واسع من النساء بالملعب، مو بس بهاي اللعبة. قبل كورونا صارت بطولة السلام بين العراق والسعودية وقطر، وهم نفس الشيء، هم إقبال يعني هواية من الناس، وخصوصا العنصر النسوي تشوفه حاضر بقوة بالملعب. صحيح. وتشوف انه من لطافة الشعب يعني والجمهور، من تجي الكاميرا على بنية كلها تهوس يعني. بطولة 25 سوت فشي بالمواطن العراقي وبالمواطن البصري بشكل خاص، حب للإنجاز، حب للفرح. فما أتصور الحياة قبل خليجي 25 حتكون نفسها بعد خليجي 25. صحيح. لأنه صارت نقلة نوعية بحد ذاتها، إنه الناس اللي جاي تزورنا حتى خلت إنه الناس تطمح انه يتطور العراق. خلص ظلت تبحث، يقول لك ليش ما يسويش، ليش ما يبنيش، ليش ما نسويش، لانه تريد العالم يشوف البصره والعراق بكل محافظاته بصوره اجمل، لانه تعرف هي السياحه شيء مهم لكل دوله، فنتمنى ترجع السياحه مثل قبل. ويعني ننسى انه نتطرق انه الجواز العراقي مجرد الناس اجت للبطوله طفره نوعيه بحد ذاته من 114 93، يعني كان بعد مرتبه وخلص جوازنا يسقط. بس هسه لا. الناس جاي تجي وتشوف البصره. شفنا يعني. بس أنا بس أضيف شغلة واحدة على الموضوع الجواز، وهذا فشي أسعدني همينه، أنه الجواز العراقي ارتفع أيضا لأنه سووه إلكتروني، فصار أكثر وثوق. أنا التقيت بناس يعني خليجيين وفريتهم فرة بالبصرة، سويت لهم جولة، فهم تعجبوا إنه شلون الناس بهالبساطة، وقالوا إحنا كان ماخذين نظرة إنه خلص بس حروب شوارع وانفجارات. مع الأسف استغربوا من إنه ماكو طائفية، قليلة جدا اللي الناس العنصرية وما شافوها. يقول لي يعني يقولون على رغم بساطة البصرة نتمنى نزورها أكثر من مرة،
يعني وهذا فشي كلش حلو. السوق العشار رغم هو سوق يعني خلينا نقول مو متطور، هو سوق يعني بعد على حاله، ما حافظوا على تراثه، ورغم هذا رادوا يروحوا له مرتين وثلاثه واربعه وياح يرجعون مره ثانيه. واحنا نرحب بيهم ويا هلا بيهم، وهذا فشي احنا مفتقدين يعني خلينا نقول من التسعينات او حتى من الثمانينات. صحيح، احنا نتونس، تعرف نمشي بالشارع نشوف الناس يعني نقول واه هذا من الشمال، هذا من الموصل، هذا خليجي، يعني شيء حلو. تروحين قبل ساعات للملعب حتى يعني تحصلين مكان، لو هو اكو رقم المقعد بالبطاقه؟ طبعا هو تنظيم حلو، يعني نشكر يعني امن الملاعب والفريق التطوعي اكاديميه البصره الجامعه، انه هو التنظيم حلو، انه تدخل انت بطاقتك ويقلوا لك البوابه وتروح لمقعدك، بس هو اذا رحت متاخر ازدحام، فالبوابات تنسد، يعني خلاص كلها تحضر بالملعب، فانه ما الواحد يجي اللعبه هي بالاربعه انت تروح بالثنتين، لا خلاص هو الملعب خبط. انا اتمنى انه تصير بيها يعني اكثر بعد يعني دقه، بس هاي احنا تعرفين لانه احنا صار لنا 40 سنه ما منظمين بطوله من 1979، فهذا فشي طبيعي. بالعكس احنا يعني هاي البطوله صارت كتعليم ان كعراقيين همنا انه نتعلم شنو الاخطاء اللي صارت، همنا نتجاوزها بالمستقبل ان شاء الله. هي صحيح اكو ناس يعني انظلمت عندها بطايق وصار ازدحام وخبط الملعب وما قدرت تدخل للملعب، فان شاء الله بالبطولات الجايه والالعاب الجايه يصير غير فرق. ان شاء الله. زين انت تستغلين الوقت مال انتظار بالقراءه؟ صحيح، انا تقريبا كنت انا دخلت المدرسه الساعه 9 9 وربع تقريبا، فانه انا كنت قاعده لوحدي فقلت خل اقرا. صح اكو ناس اول ما تدخل تهوس بعدين ترى هم يسكتون لانه وقت طويل، يقول لك انا خل اضم صوتي من يجي الفريق مالتي اشجع. اي لانه الحنجره تروح 10 ونص 11 الا خلص ضميت الكتاب، لانه الملعب تقريبا قبض الساعه ب 12 ونص بالوحده، لا الملعب بعد امتلاء كامل. يعني انا بالنسبه لي هسه من اسمع هيك يحس شوي وانا بسيط بعد ما اقدر اقرا نهائيا، فهل انت هذا عندك شيء طبيعي انه مثلا ماكو هدوء تسمعين طبيعي لو شنو انا كلش طبيعي، انت شايف الفيديو اللي نشرته تقريبا هيك وانا اقرا، بس انه لدرجه انه ما اسمعهم انه يجون هيك يقولوا لي ترى جاي نحاكيش لولي جاي نحاكيك، لانه خلص اندمجت. لا والله انا عندي القراءه بكل وقت، لانه حتى من كنت ادرس بالمدرسه صوت الاولاد بالفرصه وهوسه همين اقرا، يعني عادي ما يهمني. أنا كلش سعيد. المجتمع البصري بالتحديد والمجتمع العراقي أيضا بشكل عام نتقبل واحد يتقبل الثاني. طبعا هذا فشي هنا هم بأمريكا يصيحوا لها التعبير، يصيحوا له sense of humor اللي هو روح الدعابة أو روح الفكاهة، يعتبروه مقياس التطور المجتمعات، يعتبروه أيضا مقياس التطور مثلا الديمقراطية الحوار، يعني يصير فكاهة على موضوع معين ويصير تقبل ويصير حوار، وبالعكس ينتج فد نتيجة إيجابية للمجتمع. يعني أتمنى الناس تتقبل إنه هاي الفكرة مثل ما إحنا بالبيت من واحد يشاقى ويا الثاني، فأتمنى إنه الناس هي تبتعد عن السلبية شوي، إحنا قاعد نسوي هذا الشيء للضحك، فعادي ولو كل إنسان تقبل نفسه راح يتقبل النقد اللي راح يصير عليه إن كان إيجابي أو سلبي، فإذا كان يعني يحس الدعابة بالعكس يحلي، يعني ترى هي حالات الحياة بالضحكة. فما تتقبل. ليالي طبعا شكرا أنه أتحتي لي هاي الفرصة نلتقي ونسجل هذا الفيديو، وطبعا عندك ابتسامة رائعة، الله إن شاء الله يجعل أيامك كلها سعادة وضحك وفرح إن شاء الله. كل العراقيين بالذات. كل العراقيين، وشكرا لكم أهل البصرة مرة ثانية، أفرحتونا وأثلجتوا قلوبنا، شكرا لكم جزيل الشكر. والله مفتخرين أكثر منكم. أهل الكرم والطيبة حبايبي، شكرا جزيل الشكر، وشكرا لك ليالي عزيزتي، تشرفت بيك.